انسى ان انت تجيب سندوتشات سوري من بره تاني بعد الفيديو ده. تعالى كل معايا. ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكره فيديو النهارده هو انت ازاي تعمل سندوتش سوري للبيت. طبعا اخواتنا السوريين حبايبنا وكلنا بنحبهم وبتاع، بس يعني ايه، لازم نشوف شغلنا ولازم نشوف حالنا. فالنهارده فكره فيديو النهارده ازاي نعمل سندوتش سوري وعيش سوري من البيت. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا انا هعجنها بنفس طريقة الكريب، لان في ناس تانية بتعجنها عجين زي نظام دواير وكده، بس انا حبيت ان انا اعملها بنفس النظام اللي هو الكريب سايل يعني. فيلا بينا مع بعض. اول خطوة معاك هتحط معاك كوبايتين دقيق. تاني خطوة مع بعض هنحط كوباية ونص مية. وتالت خطوة معانا هنحط معلقة ملح زي ما انتم شايفين كده. الخطوة اللي بعدها قصادها معلقة سكر. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نحط مع بعض معلقتين زيت. وبعد كده نبدأ نضربهم كلهم في بعض. الخطوة اللي بعد كده نبدأ نشوف القوام بتاعها، لو تمام تمام، لو محتاجة تزود مية بنزودها مية زي ما أنا زودت كده، لقيتها محتاجة مية زودت لها شوية مية عادي. بما إننا بنعمل سوري فلازم نعمل تومية، فعشان كده يلا بينا نروح نعمل التومية بتاعتنا. طبعا كلنا بنحب توميه السوريين. لا مؤاخذه بقى يا اخواتي، انا النهارده جاي اعمل لكم التوميه بتاعت السوريين. فيلا بينا نروح نشوف هنعملها ازاي. أول خطوة معانا نبدأ نحط 3 معالق نشا مع بعض. بعد كده نبدأ نحط قصادهم 3 معالق مية. بعد كده نبدأ نقلبهم كويس مع بعض لحد ما يوصل للقوام ده بالظبط. بعد كده نقلته في الطاسة اللي أنا هحطها على النار فيها. بعد كده نخش على الخطوة اللي بعدها. حاجة معانا 3 فصوص توم. بعد كده معانا حوالي نص معلقة ملح. بعد كده رشة مايونيز معانا. وبعد كده شوية لبن. بعد كده نص معلقة كيري أو معلقة كيري، يعني بنص المعلقة كده. وبعد كده معانا معلقتين خل. المفروض بعد كده بتضربهم في بعض، بس للأسف أنا مكنتش صورت مع القوام اللي أنا كنت عامله في الأول. تقلبهم في بعض وبتحط معلقتين زيت في الآخر وخلاص. دلوقتي نبدأ نعمل الحشو بتاع العيش السوري أو السندوتش السوري بتاعنا. أول حاجة نحط الطومية اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي مع بعض. تمام. وبعد كده نبدأ نحط الخيار. طبعا لو انت مشوفتش فيديو الخيار هتلاقيه اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وهتلاقي برضه في فيديو شورت تخش يشوفه كده وبتاع. تمام. بعد الخيار هنبدأ نحط مع بعض البطاطس. تمام. بعد البطاطس نبدأ نحط مع بعض الصوصات بتاعتنا اللي هو زي الرانش والمايونيز مع بعض. بعد مع بعض بنبدأ نقفل العيش بتاعنا طريقة اللفة بتاعت السوريين اهو. نبدأ نقفل من الجنب وبعد كده تقفل خالص. تمام زي ما انت شايف كده، ودي القفلة بتاعتها. هنا بقى تشوف دلوقتي ايه العيش السوري بعد ما حمصناه. اهو ده شكله اهو. تعالى كل معايا. بسم الله. حكايه. سيبونا اتعامل معاه ويلا بينا نروح نقفل الفيديو. كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. كان فيديو خفيف ظريف حلو، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية أجمد وأحسن. ويا ريت لو أنت عندك أي وصفة أو ترند أو تحدي عايزني أعمله لك تقول تحت في الكومنتات وأنا أعمله لك الفيديو الجاي. وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.